انت ممكن تكون قبل ما طلعت هنا كان نفسك تسمع الكلام ده كان من نفسي اي أسمع حاجات حد. كتير عن دبي وما اعرفش اي حاجه. انا جيت عشان المصاريف هنا مش رخيصه بالنسبه لعملتك. $1000 ده السكن بتاعك في الشهر. ما تجيش تستكشف شهر 11 لما فوق لحد مثلا 3 او 4 دي شهور تقدر تدور فيها على شغل. يعني انت لو اتفرجت مثلا على فاير وركس اللي بتضرب في يوم 30/12 بميزانيات دول. يا ولادي دي الايه، يا نفسها ولادي ضرب. الذين هي بتوع نفسها مصر، ضرب. وانا فاكر ان هم بيخدموني وامورك طيبه وبتاع أمورك طيبة وكلام. ده. امورك طيبه مم. دي الكلمه الاكثر تداركا هنا. اي حد لما تيجي تتكلم معاه يقول لك امورك طيبه، يبقى انت ايه يبقى انت رايح في داهيه. بجد؟ انت ما تعرفش بقى. والله. امورك طيبه دي بالظبط زي في مصر اللي هو ايه، نهارك فل. أو مثلا ايه يا نهار ابيض. يا نهار ابيض دي انت ممكن تقولها بصيغه حلوه ان انت يا نهار ابيض دي حاجه حلوه. ممكن تقول يا نهار ابيض برضو لو كارثه. اوكي، يا ولادي دي الايه، يا نفسها ولادي ضرب. الذين هي بتوع نفسها مصر، ضرب. وانا فاكر ان هم بيخدموني وامورك طيبه وبتاع امورك طيبه وكلام. ده يا باشا يا عم شكرا. فاهم اللي هو بيزحلقك من الاخر يعني. اوكي، جامد جدا. لو تسالوني من 3 سنين وانا بسجل البودكاست مع مازن، لو تفتكروا ان احنا هنبقى احنا الاثنين واقفين الوقفه دي مع بعض في البلد ديت بالسيتويشن اللي انا فيه دلوقتي، يعني مستحيل مستحيل كنت اتخيل. وانا والله سبحان وده الله. يثبت لك بقى ان ايه، انه انت ما تعرفش اي حاجه، انت لازم تمشي كده سيبها على وتحفرك. ربنا وهو هيفرجك. فاهم؟ صح. ما تشغلش دماغك. جامد. حد انا بقى كواحد جاي من بره حلو. دلوقتي، انا عايز اسالك فعلا اسئله اتفضل وانا معاك. تهمني. انا اللي جاي من بره برضو عايز اقعد اسأل. بقى جوه. ماشي يلا بينا. طيب انا دلوقتي انا سمعت عن حاجه اسمها اقامه الانفلونسرز، تمام. وسمعت ان انا المفروض اعمل اقامه انا ليا، ولو انا هشتغل فريلانسر هبقى محتاج برضو اعمل حاجات نظاميه في البلد. ما ينفعش، ما فيش بقى الشغل اللي هو اعمل كامبين على فيسبوك وبتاع والكلام دوت من غير ما تبقى نظامي. صح الكلام ده؟ ماشي بص انا ممكن اخسر لك الاقامات كلها في 3 4 حاجات. يلا بينا. تمام. اقامات الامارات هي متخصصه في 3 4 اقامات. ممكن 4 أو 5 يعني حد اقصى. حلو. في حاجه اسمها اقامه ذهبيه دي جولدن فيزا. تمام. ماشي. بتاخدها في حالتين. لا انت شخص مؤثر وعامل حاجه انجاز كبير جدا وبتقدم للدوله بطريقه معينه فبيدوا لك الجولدن فيزا اللي هو ايه زي منحه كده ان انت شخص كويس في البلد. كويس. تمام. القطاع الطبي هنا في البلد بياخدها مستريح برضو اللي هو الدكاتره والممرضين بياخدوها مستريح عشان هم ليهم دور كبير في البلد. ثانيه واحده، دلوقتي انا يعني انا لازم ابقى بعمل كونتنت مش شرط كونتنت ليه تبقى شخص علاقة؟ مؤثر يعني مثلا عامه لو مثلا في مجالي يعني. ممثل مشهور مذيع مشهور سهل أوكي. انت تاخدها. يعني عامل تاثير. شفت الفيريفيكيشن بتاع تيك توك؟ هي حاجه شبهها كده. تمام. اوكي. هي شبهها. طيب الحاجه الثانيه قلت لك القطاع الطبي برضه بياخدها. تمام. الجزء الثالث فيها المستثمر. حلو. اي مستثمر هنا بيستثمر ب 2 مليون درهم فيما فوق في عقارات بياخد الجولدن فيزا حتى لو هو لسه بيقسط العقار ده. جامد. مجرد قال لك انا هشتري خلاص ايه بيبدا ياخد الجولدن فيزا. تمام. مم. ماشي. الاقامه اللي بعدها على طول في حاجه اسمها اقامه مستثمر. حلو. مش حاجه ثانيه هي مستثمر بس. دي بتبقى غالبا 5 سنين. دي للعقارات اللي فوق ال 750 الف درهم. حلو. تمام. هي مقفوله على الحته دي كده خلاص. ماشي. اي اقامه ثانيه تبقى هي سنتين. ده اللي بتاعت الشركات وحد مثلا من قريبك عمل لك اقامه. ده كله بيبقى حوالي سنتين. تمام. ماشي. في حاجه اسمها اقامه فريلانسرز. حلو. تمام. بس دي بتبقى سنه واحده وقيمتها حوالي 14 او 15 الف دولار. 15,000 درهم معلش. 15000 درهم. انت مش وديتني دولار. معلش. هناك. لا 15,000 درهم. كنت هركب طياره حالا. دي مشكلتها ان هي رقم كبير جدا على سنه واحده. اه. فناس بتلجأ لحاجات غير شرعيه ساعات ان هم يعملوا اقامه بشكل مختلف. أوكي. ويعيشوا كانهم فريلانسرز. اوكي. بس لو اتقفشوا بيزعلوا طبعا. اوكي، يعني انا لو معيش الاقامه بتاعت الفريلانسر دي مش هعرف اعمل فريلانسنج. لا في هتعرف البلد. تعمل فريلانسنج وهتعرف تخش لك فلوس عادي. بس انت مشكلتك انت عشان تعمل حساب بنكي حاجه من اتنين. لا يبقى معاك اقامه او تقدم اوراق كتير جدا للبنك. غالبا انت او احنا كمصريين مش هيبقى عندنا الاوراق دي. كويس. فالموضوع صعب شويه بالنسبه لدول اوروبا. ساعات بيسهلوهم الكلام ده او البنوك هناك يعني بتساعدهم ان انت تبقى تحويل من حساب ده لحساب. جامد. بس بنوك مصر اصلا فيها مشاكل في التحويلات والكلام ده كله. انا عندي سؤال لولبي. اتفضل. بما ان انا راجل جاي من بره ما اعرفش اي حاجه، تمام. انا دلوقتي فلوسي خلصت في البلد دي حلو. لاي سبب كان، وانا جاي في الزياره. حلو. ازاي اقدر اجيب فلوس، حد يبعت لي فلوس من مصر بس جوه في الامارات؟ لانه عاده كل الناس بتعمل العكس. ايه؟ بتعمل العكس. تمام. فدي بيبقى حلها سهل جدا. بتشوف اي حد شغال في الماركتينج بشكل عام غالبا حلو. هيبقى شغال مع حد مونتاج او اديت او اي حاجه من الكلام ده من مصر. هتقول له يا باشا انا عايز فلوس كذا. هو هيروح واخد منك المصري
او هيخليك تبعتها انستا باي على الناحيه الثانيه اه وهو يديك قصادها اوردر. ده اسرع واحسن طريقه. اقسم بالله الحلول كلها دي. انا مش هسيبك، خلي بالك. معاك. انا ضارب مشوار على فكره المشوار من ابو ظبي لغايه هنا في دبي بياخد اراوند ساعتين يعني، بس الباص النهارده جابني في ساعه ونص على فكره. درجة عارف سريعة. والله سريع العظيم والله انا العظيم. فاجئني محترم. الصراحه، محترم. والله. طيب كنت عايز اسالك ايه. انت دلوقتي بقالك كام سنه قاعد في دبي؟ لا مش كتير، انا سكت سنه ونص كده وداخل قرب السنتين يعني، لسه ما تمتش سنتين. جامد. واول ما جيت زياره وبعد كده حسنت وضعك ولا عملت ايه يعني؟ قول لي انت كنت جاي على اتصرفت شغل. ازاي مثلا؟ كنت جاي على شغل حلو. بس ما كانش معايا اقامه الشغل على طول يعني. معظم مم. الناس اللي بتيجي هنا البلد بتبقى اقامه سياحه وبعد كده بتحول شغل، اوكي. او اللي هي بتبقى فيزا سياحه بعد كده بتحول شغل. لازم تخرج بره البلد وترجع تاني؟ لا طالما خلال شهرين حلو. بيبقى عادي. وخلال الشهرين دول لو عملوا لك حاجه اسمها تعديل وضع بيمد لك شهرين كمان. يعني ممكن. فانت فيزا السياحه مثلا في تقريبا شهر وثلاث شهور، ثلاث شهور تقريبا اتلغت، فمتبقيه اللي هي الشهر دي. فانت مجرد ما بتعملها انت جوه البلد عادي. حلو. اتعمل لك تحسين وضع او تعديل وضع كده، انت قدامك شهرين يطلعوا لك فيها الفيزا اوكي. او الاقامه بتاعتك. بعد كده بقى خلاص تستمر، انت مش محتاج ان انت لازم تنزل وترجع تاني. خلاص انت معاك الاقامه بتاعتك خلاص، انت موضوع بسيط. اوكي. طيب وانت شايف هل الاوضاع هنا كفريلانسنج احسن من مصر، او كشغل او كحد النهارده مثلا؟ يعني انا مثلا دلوقتي بشتغل في مصر وعندي شغل في مصر وبعمل فريلانسات في مصر والدنيا مستريحه معايا في المجال بتاع الميديا عامه او صناعه تيجي المحتوى دبي او ولا لا؟ بالظبط. يعني تشجعني ان انا اخد استثماراتي الفلوس بتاعتي واتصرف واعمل مثلا وممكن ابدا مثلا لما اطلع خطوه زي دي يبقى معايا بوكيت ماني قد ايه يعني؟ طيب بص، هنقسم الموضوع لحاجتين. البلد هنا ماشيه علاقات حلو. زي مصر برضو ماشيه علاقات. فانت هنا لو انت ما عندكش علاقات قويه، ما عندكش علاقات في كذا حته مختلفه، هتعطل بدري. اوكي. تمام. فان انت جاي كفريلانس، ما انت جاي فريلانس برضو لازم يبقى معاك علاقه او اتنين شغال معاهم، عشان على الاقل تضمن شغل في البدايه تعرف يعيشك، عشان المصاريف هنا مش رخيصه بالنسبه لعملتك. لا المصاريف تمام. جامده جدا. انت عارف ان انا دخلت لسه داخل محل امبارح اسمه بقاله. اه ده موجود كتير قوي في المكان. لقيت بقى ايه؟ شمعدان وكتاكيتو وفريسكا والحاجات دي. وبعدين بقرا على كتاكيتو دي لقيت مكتوب عليها 20 درهم. الكتاكيتو اللي هي شوكولاته كتاكيتو اللي هي مرميه عندنا دي ب 20 درهم. ما هنا نادره بقى، فاهم؟ زي توينكس كده برضو نادره، فهتلاقيها برقم منقطع. اوكي. فكمل بقى. ده الاساس اللي هو هتدفع يعني عشان فرق العمله. فانت لازم تبقى جاي مأمن نفسك على الاقل على شغلانه او اتنين تقضي السكن بتاعك والاكل بتاعك. اوكي. تمام. تنصحني يبقى معايا كام تقريبا في ما البداية؟ تجيش البلد هنا من اقل، معكش اقل من 2000 3000 دولار، مش جنيه ولا درهم ولا اي حاجه، دولار. عشان تبقى لو حصل لك اي ظرف كده ولا كده تبقى عايش مستريح. جامد. لان السكن هنا على الاقل خالص عشان تسكن في حته كويسه هتحتاج حوالي 1000 دولار. 1000 دولار في قد ايه؟ في الشهر. في الشهر عشان تقعد في مكان كويس قريب من سكنك، ما تقعدش تدفع مواصلات وقت، عشان انت هتحتاج الوقت ده عشان تفكر فيه، مش تقضيه مواصلات. جامد. يبقى احنا عندنا 1000 دولار. 1000 دولار ده السكن بتاعك في الشهر، عشان ما تتبهدلش في مواصلات ووقت كتير على الفاضي، وتعرف تفكر في حاجات قدام. والاكل تقريبا قد ايه؟ والاكل غالبا والله لو انت بتعرف تعمل اكل في البيت او متدرب انت تعرف تقضي نفسك باي حاجه، 500 درهم تشهرك الشهر كله. حلو قوي. طيب والسكن اللي انت بتتكلم فيه ده بيبقى روم بتاعتك، السرير بتاعك، حاجه ادميه تقدر تعيش فيها، وفي مطبخ مثلا ولا بيبقى شير؟ المطبخ ممكن يبقى شير مع حد تاني. اوكي. حسب برضو المنطقه، عشان هي في تفاوت كبير حسب انت هتسكن فين وهتشتغل ايه وهتعمل ايه. بس انا بتكلم ايه، متوسط. الاغلى على الاطلاق طبعا ناحيه كل ما تقرب ناحيه برج الخليفه كل ما يبقى اغلى. لا هي ليها توزيع مختلفه خالص، بس احنا محتاجين نقعد نمسك خريطه واشرحها لك. طيب خلاص. ملهاش علاقه ملهاش علاقه. حسب كل منطقه، وحتى نفس المنطقه ممكن تلاقي فيها حتت غاليه وحتت رخيصه جوه نفس المنطقه. والله حسب الابارتمنت نفسها اللي انت بتاخدها. حسب حاجات كتير كده لها علاقه يعني اقول لك ايه، بالابارتمنت نفسها، بالبرج نفسه، بالامينيتيز بتاعتك في البرج، العقار ده اصلا قديم ولا جديد. اوكي تمام جامد. قررنا نكمل هنا عشان بس ايه الحر بقى، وخدنا بريك كده وبتاع. اول حاجه لازم تعملها اول ما تنزل البلد دي تجيب التكييف بتاع مازن ده، مروحه صغيره. بص هتشهيصك. بص انت مش هتعرف قيمه الموضوع ده غير لما تيجي البلد، لانه الرطوبه جامده جدا. واحنا في شهر
6 7 أواخر 8 7. الموضوع يعني صعب قوي في قوي. عز الصيف. لانه برضو اللي متعرفوش ان هي دبي وابو ظبي متحوطه بالميه، هي عباره عن جزر كده اسمها امارات، فهي متحوطه بالميه، فبخار الميه فظيع يعني. ده حقيقي. جامد. طيب احنا وصلنا لغايه ان انت دلوقتي لو انت راجل بتشتغل فريلانسر تمام. و... وفي مصر الدنيا جميله يعني بالنسبه لك، مش اللي هو يعني كفران في مصر، حلو. انت شغال كويس في مصر، هل تنصح بقى الحد ده ان هو يجي هنا ويبدا فروم سكراتش تاني ويظبط؟ انت قلت لازم يبقى فيه علاقات ومش عارف ايه، تمام. ايه تاني هو ممكن يبقى محتاجه لو هو جاي وهل تشجعه ان هو اصلا يجي ولا ما يجيش؟ مبدئيا لو انت معاك عميل او اتنين هنا في البلد وانت شغال معاهم من مصر، تعالى مستريح عادي، مفيش اي مشكله. بس لو انت ما تعرفش حد في البلد ومالكش اصحاب كتير، ما تجيش تستكشف يعني. تمام. ده مبدئيا اوبشن انت تيجي تستكشف ده غلط بنسبه 90%. تمام. لو انت معاك حبه فلوس وحابب تستبيع خلاص وتاخد الريسك وخلاص، مش عاجبك الحاله في مصر او في مشاكل عندك في مصر وعايز تريح دماغك من مشاكل تحويلات بقى من دوله لدوله والكلام ده كله، تقدر تيجي عادي مفيش اي مشكله. بس تعالى يعني مثلا من شهر 11 لما فوق لحد مثلا 3 او 4، دي شهور تقدر تدور فيها على شغل. اه في هو الصيف النقطه بنسبه دي. كبيره الناس بتبدا تسيب شغلها او الشركات بتبدا تبدل بعض. اوكي، يعني هنا السيزون بيبدا من شهر 11. يعني شهر 10 وهو بيخلص هنا معظم العقود الشركات بتبقى 3 شهور. تمام. بالذات في مجال الميديا يعني، فانت ك3 شهور هيخلصوا غالبا شهر 10 يعني في اواخر 9 او 10. فانت عندك 11 ده انت بتجدد الموظفين بتوعك، بتجدد عقودك ما بين عملاء تانيين، فالموضوع بالنسبه لك بيبقى سهل شويه. فما تجيش بقى في عز مثلا 7 في عز الحر وانت اصلا هتبقى قاعد كفران وحران والناس كلها مش طايقه بعض وقلت لك ادور على شغل. لا يعني تعالى في وقت تبقى مستريح. برضه ما تجيش مثلا في شهر 12، لان شهر 12 ده سيزون الفرايحي بتاع دبي يعني. هتلاقي دبي زحمه موت موت موت. تذكره الطيران اصلا عندك هتبقى غاليه جدا يعني، عشان كله بيجي يتفرج على النيو يير والفاير وركس اللي تذكره بتحصل. الطيران والاقامه وقعدتك السكن بتاعك كمان. قعدتك بقى كل حاجه، ما ده موسم كرنفالات. موسم يعني رهيب يعني. انت لو اتفرجت بس على فاير وركس اللي بتضرب في يوم 30 12 بميزانيات دول، فاهم؟ كله بيجي يتفرج هنا يعني عليه. جامد. انت اول ما نزلت هنا دبي، نزلت اماره تاني قبل دبي؟ لا انا جيت نزلت على دبي على طول؟ جيت دبي ورحت ساعات شغل في ابو ظبي ورحت ساعات شغل في الشارقه. بس صراحه مستريح في دبي اكتر من هنا وهنا. بحس ان هو يعني ايه، ابسطها خالص. احنا في ابراج كتير مدينا ظل، فاهم يعني؟ بس ده ابسط حاجه انا ممكن اقولها. لا وبعدين الابراج دي بتلطف الجو شويه يعني. انا قاعد في ابو ظبي المساحات واسعه قوي ما بين الابراج، فالرطوبه داخله لك بتموتك يعني تاني ولما يعني. جيت برضو قعدت في ادوار عاليه ودي بقت مشكله عندي صراحه. لما بقعد في دور اقل من ال 12 بحس ان انا مش شايف حاجه اقل من ال كويسة. 12؟ بحس ان انا مش فين الفيو. فانا دلوقتي بقيت يعني اي مكان هقعد فيه، انا نقلت مثلا بتاع 6 7 مرات تقريبا. يعني 12 ده كان اقل حاجه انا قعدت فيها. اوكي. واقل حاجه جربتها كانت 65، بس ما قعدتش يومين يعني، كان حصل مشاكل كتير. اوكي. انت دلوقتي قاعد في الدور كام؟ 23. حل وسط حل وسط. 23. جامد جدا. احنا عايزين نتكلم عن الجير التحفه اللي انت بتصور بيها اصلا دلوقتي. بص، بما اننا دخلنا في ايام الحر، فانت لازم تحافظ على صحتك، لان مهما هتعمل هي صحتك هي اللي هتخليك تكمل الحياه. تمام. ولا العميل ولا فلوس العميل ولا اي حاجه، فصحتك مهمه. ففي شهور حر شيل كل ما هو خف وزنه وازداد اداؤه. شفت الحرامي لما بقول لك اسرق الحاجات البسيطه؟ هنا بقى شيل معاك الحاجات البسيطه اللي اداها حلو. يعني احنا دلوقتي بنصور بكاميرا ايه مأزعره، فاهم؟ حاجه يا جماعه دي بوكيت اوزمو بوكيت 3 دي اختراع على فكره. والله. وبصوا مايكس هولي لاند صغنطوطه يعني. الموضوع لخصهولي في ثانيه. انا بقى جاي له بايه بقى؟ جاي له بترايبود بقى وبفتح وموضوع وكده. على طول. فقال لي لا بقول لك ايه، شيل الكلام ده. مطلع لي البتاع الفسفوسه اللي اسمها بوكيت دي، وبعدين بيكنترول من الموبايل عادي. عاملين مونيتورنج هنا عشان برضو ايه لو اي حاجه لخبطتنا شايفين كل حاجه على طول. الموضوع صايع جدا. لا وهي عجبتني الصراحه يعني، عجباني من اول ما انا كنت في مصر، بس لما كمان يعني استخدمناها بجد لا حسيت انه لا انا لا تستاهل الفلوس اللي بتدفع فيها. انا دلوقتي المفروض ان انا وقتي صغنطوط قوي ونفسي اقعد مع مازن اكتر من كده.
بس يعني اعتقد يعني ايه، يعني البودكاست ده او القعده اللي احنا قاعدينها دي ممكن تكون مهمه او مفيده لناس كتيره جدا تكون بتسال في مصر. وانت ممكن تكون قبل ما تكون طلعت هنا كان نفسك تسمع الكلام ده من اي حد. حاجات كتير عن دبي وما اعرفش اي حاجه، انا جيت كده على الله فاهم، انا خدت تجارب كتير قوي ايوه لاول مره في حياتي يعني، فالحمد لله. جامد. فلو انت لسه مهتم بالمحتوى اكتر عن دبي والامارات وابو ظبي والشغل هنا ممكن يكون ماشي ازاي والدنيا تبقى ماشيه ازاي، ما تنساش بقى اعمل سبسكرايب، خش عند مازن، روق علينا واحده فولو، دلع الكلام يعني، ما تاخدش الكلمتين وتهرب، خليك كويس. فنشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله، ولسه مستمرين. مين عالم ممكن انا ومازن في يوم من الايام نلاقي نفسنا في دولة ثالثة، الله اعلم، الله محدش عارف. تبقى زياره مثلا فسحه الله. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله.